السلام عليكم أخواتي. اليوم موضوعنا غادي يكون على التين الشوكي الأحمر. كيف تشوفوه في الصور جميل جدا وفوائد ديالو أجمل بكثير. بقاو معايا تشوفوا الفيديو. اولا من تناخذوا التين الشوكي الاحمر، بعد ما عرفتوا بان تيكون فيه الشوك، تناخذوا اي حاجه تتكون حشه وتنحكوا هذاك الشوك حتى يزول. من بعد تنغسلوه مزيان كيف تشوفوا معايا، ما تيبقاش تيولي ملس. من بعد تنغسلوه مزيان ونحطوه في شي طبيصيل. عاد من بعد تنحيدوا له القشره ديالو بالسكين، ولا بدا تستعملوا صباعات تفادي باش اي حتى شي شوكه ما تدخل لكم اليد ديالكم. تيكون على هذا الشكل احمر فاتح جدا، والمذاق ديالو كاين واحد المزيج بين الحلاوه وبين الحموضه، ماشي بحال التين الشوكي اللي تنعرفو. اما القشور ديالو فهي مهمه جدا للوجه للشعر، فيها منافع كثيره. اذا التين الشوكي بالنسبه للمنافع ديالو هو تساعد على تخفيف الوزن، يعني الناس اللي عامله ريجيم تساعدهم على التخلص من الدهون اللي يعني من تياكلوا تيحسوا براسهم شبعانين. هو مفيد جدا لمرضى السكري، تيحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية، تيعمل على تقليل مستوى الكوليسترول في الدم، تيعالج فقر الدم. مفيد جدا للناس اللي عندهم فقر الدم لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد. تيصلح للشعر كيف قلت لكم، هذيك القشور اللي تنزولو تنعملوها في الشمس حتى تيبس، هذيك مفيده. الماسكات للوجه واصلا للشعر بامكانكم تاخذوه تعملوه غير عصير ديالو وتعملوه للشعر ديالكم. تيأخر الصلع بالنسبه لعند الرجال، وحتى النساء تيمنع هذاك التساقط الشعر اللي تيكون كثير عند النساء. تيحتوي على العديد من مضادات الاكسده اللي تتحمي الخلايا القولون من الاصابه بالسرطان. الله يحفظ الجميع. تيصلح للمرأة لأنه تحتوي على فيتامين جي. المرأة الحامل تحتوي على فيتامين جي والكالسيوم والزنك والمغنيسيوم، النحاس، الحديد، البوتاسيوم، كثير من الأشياء اللي تتساعد على المرأة بأنها تدوز هذاك الحمل ديالها وهي في صحة جيدة. وشيء آخر البنات، من تبغوا تاكلوا التين الشوكي الأحمر من الأحسن ما تاكلوش بيديكم، لأن تيخلي واحد الصباغة في اليد، فمن الأحسن تاخذوه هكا بالكوردون وتاكلوه على هذا الشكل. غادي نوريكم بأنه اللون ديالو تيبقى شاد في اليد بزاف. كيف تشوفوا معايا البنات، دغيا تيشد لينا في اليد ديالنا، الصباغة تتلصق هنا. هادشي علاش من الأحسن تاخذوه تاكلوه بالكوردون. وشيء اخر مهم جدا هو ان هاد القشره ديال التين الشوكي الاحمر ما غاديش نلوحهم في الازبال، غادي نخليهم، غادي نيبسهم متى تكون الشمس حاره، يبقاو حتى يبسوا. من بعد غادي نطحنهم وغادي نعمل بهم ماسكات للوجه خطير جدا للبشره ديال الوجه. وان شاء الله في الفيديوهات القادمه من بعد ما يبس ليا هاد التين الشوكي وناخذوه ونطحنوه ونعمل هذاك البودره ديال التين الشوكي، غادي ان شاء الله تشوفوا معايا في الفيديوهات القادمه بزاف ديال الماسكات اللي غادي يعجبوكم بزاف، واللي غادي تعطوا واحد النتيجه هائله للوجه. فإن شاء الله نتلاقاو في فيديو قادم إن شاء الله بوصفة جديدة.